السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار جديد وفيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الاقتراح اللي طلب بكثرة من الكبار وكذلك من الصغار. هكا كيحماقوا عليه الكبار وحتى الوليدات الصغار ينفعنا هكا اللانش بوكس ديال الوليدات. الفطور ديالهم كيتحضروا بواحد الكمية اللي كثيرة، و يعني بحال اللي كيتباعوا في الزنقه، ولكن كنحضروهم في الدار وكاع كنعرفوا المكونات باش كنحضروهم كيجيو خفاف وسهلين. وحتى المقادير ما كنحتاجوش بزاف ديال المقادير، غير بيضه وحده كتخرج لينا هاد الكميه كامله. يعني كناخذوا واحد الاناء كناخذوا فيه بيضه كامله وكنديروا معاه كذلك واحد نصف كاس ديال السكر سنيده. كنحاول انني نخدم هاد المكونات بالبغاميكسور. اذا كان عندكم الطحان او طحانة ديال العصير يعني كتخدموا فيه، غادي ندير واحد نص كاس ديال الزيت كذلك، وغادي ندير كاس ديال الحليب. غادي نسم هنايا بكيس ديال السكر الفاني، تقدروا تنسموا بداكشي اللي متوفر عندكم. تقدروا ديروا قشور ديال الليمون او كذلك قشور ديال الحامض، تحكوهم وتنسموا بهم عوض السكر فاني. ما متوفرينش عندي، استعملت فقط كيس ديال السكر فانيلا صافي. وهنايا غادي ندوز وغادي ندير الطحين ديالي، وكذلك غادي ندير واحد الخماره ديال الحلوى وحده. غادي نخلط هذا الخليط ديالي ونحاول ما امكن انني نتحصل على واحد الخليط اللي يكون ثقيل شويه على الخليط ديال الكيك. كنحاولوا ان هذا الخليط يكون ثقيل شويه لاننا ما غنديروش في شي مول، غادي يطيبوا مباشره في الطاوله اللي كتدخل الفران. المهم نذكركم البنات بالمقادير. عندي بيضه وحده، نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كيس ديال السكر فانيلا، واحد المعلقه ديال العسل. تقدروا ديروها في الاول كيف ما تقدروا تضيفوها في هذه المرحله، اولا تعوضوا العسل بالمربى ديال المشماش. انا ما متوفرش عندي، انا درت العسل. وكذلك ساشي ديال الخميره ديال الحلوى. صافي الطحين على حسب الذوق، وما تنس... واحد القبيصه ديال الملحه. وما تنساوش كيف ما قلت لكم البنات الخليط تخليو يكون ثقيل. يعني هذه اهم حاجه البنات، حاولوا انكم الخليط تخليوه ثقيل. صافي هنا كتقدروا تستعينوا بواحد البلاستيك هكا غذائي، اولا ديروا قرعه الا كانت متوفره عندكم وتقبوا ليها العلاقه ديالها وتفرغوا فيها الخليط. تاخذوا واحد الطاوه اللي فرشتوا فيه البابي كويسو وتحاولوا ديروه على الشكل اللي بغيتو، يعني غير واحد الطبقه اللي رقيقه ما كتكونش غليظه بزاف. هادي الشيء علاش كيف ما قلت لكم تخليو الخليط ديالكم يكون ثقيل شويه، باش ملي كديروه في الطاوه ما كيسيحش ليكم وما يتلاصقوش مع بعضياتهم. هنا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل هاد الخليط اللي عندي هنا. يعني انا غادي ندير جوج ديال الاشكال. غادي ندير هكا بهذا الشكل اللي يكون هكا طوال بحال هادوك اللي كيتباعوا، عارفين هذاك الكيك اللي كيتباع في المحلابات وفي الحوانات. وكذلك النصف ديال الكميه غادي نديرها بشكل دائري. انا هكا كنحاول ندير جوج الاشكال باش كنبقى ننوع لولدي كيجي باش ما كطلعش له الحاجه في الراس وصافي. هو راه مذاق واحد، ولكن ملي كيشوفوا الاشكال مختلفين كيقولوا راه يعني راه شي حاجه جديده. وغادي نحتفظ بواحد شويه ديال الخليط، غادي نزيد عليه الكاكاو باش نتحصل على واحد الخليط اللون ديالو بني هكا باش نزوق ليهم الوجه ديالهم. تقدروا تزينوهم البنات في هذه المرحله كيف ما تقدروا تدخلوهم يطيبوا غير هكا فقط حتى كيخرجوا عاد باش كدهنوا ليهم الوجه ديالهم بالعسل وديروا لهم الكوك، اولا كذلك هكا اللوز هاشي، اولا حتى تقدروا تذوبوا الشوكولات وديروا هكا فوقهم واحد الخطوط ديال الشوكولات. المهم البنات التزيين كيبقى على حسب الذوق. انا في هذا الفيديو غادي نحاول انني غادي نزينو بالخليط ديال الكيك مباشره دابا قبل ما ندخلهم للفران. وصافي كان هذا هو الشكل الدائري اللي قلت لكم. يعني درت انا واحد الطاوه درتها على شكل طولي، والطاوه الثانيه درتها على شكل دائري. هنا هذاك شويه الخليط اللي شاط ليا وضفت ليه الكاكاو درتو حتى هو في بلاستيك بحال هكا، وقطعت له غير الرويز ديالها وبديت كنزين الوجه ديالهم بهذا الشكل. المهم تزيين البنات راه كيبقى على حسب الذوق، تقدروا تزينوا كيف ما قلت لكم قبل بالشكل اللي بغيتو. انا غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نكملهم كاملين.
من بعد كتاخدو أي حاجة. أنا خديت هاد القطيب هكا ديال العود وغادي نحاول ندير هاد الخطوط بحال هكا كيف ما كنزينو الوجه ديال ميرفي. والبنات نتوما غير خدو وقتكم هكا في التزيين. أنا صراحة كنت زربانة وحتى بنتي كانت مبرزطاني صافي، كانت جاها النعاس، بغات تنعس وليت كنخدم بلا عقل. بغيت هكا غير باش نصور لكم وصافي. راه شي حبات غنكملهم بلا ما غنزينهم نهائيا، لأن كيف ما قلت لكم كنت زربانة، بغيت ندير الطاوة ديالي في الفران خلاص باش نمشي نعس بنتي. صافي انا راه غادي نكمل ليهم هكا التزيين، سوا هاد الشكل سوا الشكل الاخر الدائري، حتى هو راه كنزينو بهاد الطريقه. كنحاول انني ندير خطوط دائريين، واحد الدائره كنبقى نكملها بحال هكا حتى كنكمل الوجه ديالها كامل بهذا الشكل كيف ما هو واضح في الفيديو بهذه الطريقة. صافي وغادي ناخد كذلك نفس القطيب اللي زينت به الشكل الاخر اللي هكا على شكل طوري، وهانتوما شوفوا راه كلشي واضح في الفيديو وما عرفتش كيفاش نفسر لكم، ولكن راه كلشي واضح بالفيديو. صافي وكنحصلوا على هذا الشكل كندخلوهم الفران وكنخليهم حتى كيتحمروا من التحت ومن الفوق كيجيو محمرين ومذهبين بهذا الشكل. دابا كندوزو عفوا باش نلاقي وحده مع وحده. انا كيف ما قلت لكم هنا راه متوفر عندي غير العسل، ما متوفرش عندي المربى. تقدروا تلصقوهم هكا بالعسل كيف ما تلصقوهم بالمربى ديال المشماش اولا حتى الشوكولات هكا الشوكولا ديال الدهن دهنوا به بحال هكا الوجه ديالهم وتلصقوهم مع بعضياتهم. صافي وكنحتفظوا بهم. انا بما انني هادشي يعني كنوجدوا الولد ديالي على حساب المدرسه اللانش بوكس كنديرهم ليه فيه. صافي غادي نديرهم بحال هكا ونحتفظ بهم بشي بواطه، يعني الا كنت عارفه غيتكونسوماو دغيا كنخليهم غير في الثلاجه. الا كنت عارفاهم يعني غادي غيبقاو عندي مده طويله كنديرهم في المجمد، ومن الصباح للصباح كنجبد له هكا وحيده وكنديرها له في اللانش بوكس ديالو. صراحة كيجيو عمليين وحتى انهم لذاذين وهكا باش يعني نحاولوا ما امكن اننا نوكلوا لوليداتنا شي حاجه اللي صحيه. الصراحه هاد الامراض وهاد كثره الامراض وهاد الشيء اللي ولا دابا بزاف يعني غير من التغذيه وما كنعرفوش شنو كنوكلوا لولادنا. حقيت ولي كنا ناخذوا ليهم داكشي من الزنقه ما كنعرفوش باش موجود. صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو خلي لي لايك واشترك معايا في القناة إلا كنتو أول مرة كتصادفوا القناة ديالي وعجبكم المحتوى. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وخليو لي يعني شنو الحويجات اللي تبغيو انني نشاركهم معكم. وحتى البنات على فكرة اللي بغات انني نولي نشارك معكم هكا لانش بوكس وشنو كنحضر هكا لولدي في كل نهار هكا غير كتبادل يعني الافكار. انا عارفين الصراحه بقوه ما كنبقاو نوجدوا هادشي كل نهار كيجي شي وقيته اللي كنتلفوا ما كنبقاوش عارفين شنو نوجدوا لهم وشنو نصيفطوا معاهم من المدرسه. هكا يعني نتبادلوا الافكار مع بعضياتنا. خليوها ليا في التعاليق البنات وانا اكيد ما غنبخلش عليكم وغنشارك معكم الحويجات بساط وكيجيو لذاذ والفرحوا